ايوه يا دكتور، بالله عليك ابني مصمم ان هو يكشف عليا. فوالنبي يا دكتور انا هاجيلك معاه زي ما هو عايز، بس اللي قلتهولك هو اللي تقوله له بالظبط. الواد لسه صغير. ايوه، ولو عرف حاجه زي دي مش عارفه ايه اللي هيحصل له، ربنا يستر. ايه ده؟ هي ماما مش عايزه تروح عند الدكتور ليه؟ لا لازم نوديها عند الدكتور وافهم من الدكتور هو في ايه. امي انت بتكلمي مين؟ بكلم واحده صاحبتي يا احمد. طب ولا صاحبتك بقى ولا مش صاحبتك؟ يلا عشان تكشف عند الدكتور. لا يا حبيبي انا مش فاضيه النهارده، ده صاحبتي دي انا ما شفتهاش بقالي زمان وعايزه اقعد معاها شويه بالله عليك. في اي وقت تاني، بس لازم تروحي تكشفي النهارده عند الدكتور. يلا يا امي. اسمعني بس يا ابني. يلا يا امي يلا. يا احمد يا ابني، انا شايفه ان موضوع الدكتور ده ملوش لازمه يا ابني، هيبقى مصاريف على الفاضي وخلاص. لا يا امي، وبعدين اصلا انا خلصت ميعاد مع الدكتور ولازم نروح له دلوقتي. يلا يا ابني اصبر بس يا امي، اسمعي كلام. يلا ادخل. اتفضلي يا امي. اتفضل. عليكم السلام. اتفضل استريح. طب ممكن تتفضل تطلع بره انت يا احمد؟ ليه؟ معلش يا احمد، سيبني دلوقتي واطلع بره. معرفش انا ليه حاسس ان في حاجه. يا احمد مفيش حاجه، اسمع الكلام واطلع بره. حاضر. مدام وفاء، انت عايز ابنك ما يعرفش ليه؟ دكتور ابني لسه صغير ما يقدرش يستحمل مصاريف العمليه، مش هشيله ذنبي. بس لازم برضه يعرف الحقيقه. يا دكتور انا اصلا الحمد لله حاسه ان انا بقيت كويسه. كويسه ايه؟ انت مش كويسه، انت بتاخده في مسكنات. دكتور ابني مش هيقدر يتحمل اللي انا فيه ده، مش هقدر اشيله ذنبي. وانا بصراحه مش هفضل اكتب لك على مسكنات كده، لازم تتصرفي وتعرفيه، يمكن يعرف يتصرف في فلوس من اي حد. لا ما انا مش هفضل واقف كده، لازم نعرف ايه اللي ما بين الدكتور ووالدتي. مدام وفاء، مدام وفاء. امه مالها يا دكتور؟ فين؟ امك تعبانه من زمان يا احمد. اسمع يا احمد، امك كده هتروح منك. امك يا ابني محتاجه عمليه بنص مليون ومخبيه عليه ماشيه بالمسكنات. انت ضعف كده، روح اتصرف فلوس على من حضرتك في العمليات. مدام وفاء. امها تروح مني وانا لازم اتصرف في الفلوس. اجيب من بس الفلوس دي يا ربي. ايوه مفيش الا عم اسلام، لازم اروح له دلوقتي. عم اسلام. ده احمد، اتفضل. في حاجه ولا ايه؟ كنت محتاجك في حاجه. قول اتكلم، مالك؟ محتاج حاجه؟ امي عايزه تعمل عمليه. عمليه؟ لا اله الا محتاج الله. فلوس. محتاج كام يعني؟ ولا العمليه دي هتكلف كام؟ نص مليون. نص ايه؟ كان على عيني، انا لو معايا ما كنتش اتاخرت عنك، ولا لو حتى كنت اعرف اتصرف وابيع اي حاجه ما كنتش هتردد ثانيه واحده. يعني انت مش معاك يا عم اسلام؟ منين؟ ما باليد حيله، ربنا يشفيها لك يا رب. طب وانت هتعمل ايه كده؟ مفيش الا حل واحد. حل ايه؟ ان انا اجيب كارت، بس انت لازم تضمني. اضمنك؟ عينيا. يلا مفيش وقت. ايه يا ماما؟ ايوه طبعا اعملي حسابي في المصيف وخلي اخواتي يعملوا حسابهم. ليه، هو انا قليله ولا ايه؟ انا كده كده مكلمه اسلام هيجيب لي فلوس دلوقتي. ماشي سلام. هو زفت اسلام اخر ليه؟ مش قال انه هيجيب الفلوس وجاي؟ انت كده يا احمد بعد ما جبت الكارت ناوي تعمل ايه؟ هروح طبعا الحق والدتي يا عم اسلام. شكرا يا عم اسلام جدا والله، ما اعرفش من غيرك كنت اعمل ايه. ما تقولش كده، يلا ابقى طمنا عليها. ماشي. ربنا يشفيها لك. ده ايه الجنان اللي انا فيه ده؟ انا اللي يخليني اضمن عيل زي ده؟ يا نهار اسود، ده يعني كده لو ما دفعش انا اللي هروح في 60 داهيه. بس يلا، شكله واد غلبان وكده كده ان شاء الله هيدفع يعني، وعايز يعالج والدته. ربنا يستر، وبعدين تعمل خير تلاقي الخير. يوه، مادام مبوظه كده يبقى كده عايزه فلوس. ربنا يستر. فين الفلوس؟ طب عايزك بس تهدي شويه يا ندى. انت مالك اول ما ادخل كده على طول؟ ايوه انا مستنياك دلوقتي ولابسه عشان اخد منك الفلوس واروح عند ماما عشان اروح المصيف معاها. طب بقول لك يا ندى، ما تخلي حوار المصيف ده الشهر الجاي نطلع احنا. نعم
لا طبعا انا هطلع مع اخواتي، يعني هطلع مع اخواتي واتصرف يا حبيبي، مش انت راجل؟ ما هو انا دلوقتي ما معيش فلوس، هعمل ايه يعني؟ لا انت قلت ان انت طالع دلوقتي تتصرف لي، ولا انا اقل من اخواتي يعني؟ انا ما قلتش انك اقل من حد، بس بقول لك ان دي ظروف والطبيعي تحصل لاي حد، فلازم نستحمل بعض. لا ماليش دعوه، هتتصرف وهتديني الفلوس. دكتور انا جبت لك الفلوس. للاسف انت اتاخرت، وريتك تعيش انت. تعيش انت ازاي؟ دكتور انا جبت لك الفلوس، اتصرف اعمل اي حاجه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بقول لك اتوفت، انت اتاخرت. يعني ايه اتاخرت؟ وانت ليه ما دخلتش العمليه قبل ما اجيب لك الفلوس؟ بقول لك ايه؟ انت هتعلي صوتك ولا ايه؟ انت هنا في مستشفى محترم، وبعدين لما تعلي صوتك كده هتعمل شوشره على المستشفى. انا هتحملك لحد ما تروح تجيب عربيه وتيجي تاخد والدتك وتتكل على الله من هنا، والا لو عليت صوتك ممكن هيطلب الامن دلوقتي يطلعك انت وامك ويرموك في الشارع. يلا استنى، كان في شويه لوازم كده عملناهم وصرفنا فلوس، هنحتاج 20,000. امسك. وفي حاجه ببلاش دلوقتي، الله يرحمه الواد ما قدرش يتصرف في فلوس. يا عيني عليا، مش عايشه زي اخواتي، وكل ما اكلمهم يقولوا اختياراتك اختياراتك، واختياراتي زي الزفت ما شاء الله. ندى فين؟ هو انا مخليكي محتاجه حاجه؟ طبعا مخليني ابص لاخواتي وان انا ابقى اقل منهم. طب وليه ما تبصيش تحت رجلك وتبص لنفسك بس؟ انت لازم تبص على اللي حواليكي وتشوفي ده عايش ازاي وده عايش ازاي وده بيعمل ايه. ايوه طبعا انا لازم اكون احسن من اخواتي، وهتتصرف لي فلوس النهارده وهروح المصيف، انت فاهم؟ يعني ايه؟ يعني انا اجيب الفلوس وامي تروح مني؟ فعلا الفلوس مش كل حاجه. طبعا جاي. اسلام حبيبي اتصرف لي في الفلوس خلاص، مش صح يا اسلام؟ طبعا اتصرفت لك وهتروحي معاهم. طبعا يا حبيبتي، هجهز نفسي وهجيلك على طول. يلا سلام. ايه هتقعد لي كده ولا ايه؟ ما تقوم تتصرف. ندى تقدري تقولي لهم ان حصلت ظروف او حصلت اي حاجه؟ لا طبعا مش هعمل كده. ماشي يا ندى. كانت جوازه محببه تنيله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا لما اتصرفتلهاش في فلوس امها واخوها ممكن يفضحوني في البلد. لازم اتصرف، هعمل ايه؟ الله يرحمك يا امي. مالك يا حبيبي؟ زعلان ليه؟ قول لي يا احمد، انا حاسه بيك، اتكلم. الله يرحمك يا امي. مين دلوقتي يسمعنا غيرك؟ يا رب ريحني، انا ما بقتش قادره استحمل الالم ده. هو ابني يا رب، ابني مش قادر من ساعه ما ابوه توفى، هو شايل المسؤوليه. يا رب يا رب ابني مش هيقدر يتصرف في العمليه، ريحني يا رب. الله يرحمك يا امي، يا ريتني كنت اتصرفت من بدري. ما انا كنت هتصرف في الفلوس بس انت اللي منعتيني. امي انت شكلك تعبانه، انا لازم اجيب فلوس واكشف عليكي. لا يا احمد، كفايه عليك يا ابني، كفايه عليك، انت شايل مصاريف البيت والايجار وشايل من كله يا ابني، كتر خيرك على كده. لا يا امي لازم نكشف عليكي، انا ممكن اجيب كارد. كارد ايه؟ لا طبعا ما تجيبش كروت، ده فلوس حرام وعمرها ما دخلت بيتي الا وخربته. يا امي ما اصحابي كتير بيجيبوها وعادي يعني. الكلام ده ما تفتحوش تاني، احنا مش بتوع كروت، ما تجيبش كروت ولا تجيب فلوس. انا كويسه، انا زي الفل. لا يا حبيبي، كفايه عليك المسؤوليه اللي انت شايلها عشان خاطري. وفعلا يا امي كلامك صح، انا جبت الفلوس من هنا وانت رحت من هنا. هي فين الفلوس؟ انا لازم ارجعها. انت فلوس حرام، انا لازم ارجعك فعلا زي ما امي قالت بالظبط. لا انا لازم اروح لعم اسلام وارجعها. وبعدين بقى تعمل ايه يا اسلام؟ انت قاعد كده ومش عارف تتصرف. لا انا لازم اروح لندى دلوقتي واخليها تكلم اهلها، تقول لها ان احنا مش طالعين الشهر ده مصيف ولا حتى السنه دي خالص. ايوه. ايه يا ماما؟ لا خلاص، هو جه، هو شوف الدنيا وكلمك. سلام. عملت ايه؟ بقول لك ايه يا ندى، كلمي اهلك وقولي لهم ان احنا مش طالعين مصيف السنه دي. نعم؟
لا طبعا هروح. ليه، هو انت ما اتصرفتش ولا ايه؟ لا ما صرفتش يا ندى وما عرفتش، خلاص الدنيا ما خربتش. لا بقى ده كلام تاني. يعني انا اقصد بكده ايه، مش هروح المصيف مع اخواتي وماما؟ ايوه بالظبط كده. وبعدين يا ريت تتكلمي كويس شويه، انت بتكلمي جوزك. جوزي؟ لا يا بابا، انا دلوقتي هروح عند بيت اهلي واروح اقول لهم بقى ان جوزي معرفش يصرف عليا ولا راضي يديني الفلوس، ولما بتبقى تصرف عليا يكون معاك فلوس وبقى تعالى خدني. ندى ماشي؟ عقلي، ومش كل اللي بتعمليه ده عشان خاطر مصيف. مصيف؟ لا طبعا، انت ما بتصرفش عليا اصلا، هي جت على المصيف بس، انا سايبها لك ومخدره. يا ريتك يا عم اسلام كنت نصحتني باني ما اجيبش الكارد ده. اهدى يا ندى، اهدى لما نشوف مين اللي بيخبط. ايوه ايوه ايوه. ايه ده احمد؟ يا عم اسلام انا اتفضل. كنت جايلك عشان ارجع الكارد. تراجع الكارد؟ طب ووالدتك طمني هي عامله ايه؟ والدتي هي تعيش انت. الله يرحمها. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا بس بعد اذنك يا عم اسلام عشان نرجع الكارد. طب حبيبي ما تخليه معاك، يمكن تقضي بيه مصلحه ولا تحتاجه في حاجه. لا مش محتاج، ده فلوس حرام. فلوس حرام؟ طب بقول لك ثواني وجاي لك. ايه ده؟ هو مش ده احمد ابن وفاء؟ ده كبر وبقى راجل. وايه الشنطه اللي في ايده دي؟ ده اكيد فيها فلوسه، والله بقى معاه فلوس احسن من احمد جوزي، اسلام جوزي. يا عم اسلام عشان نلحق قبل ما يقفلوا. طيب قلت لك ثواني بس مش هتاخر، ثواني. ايه؟ تعالى عايزك. بصي اعملي حسابك، هجيب لك الفلوس اللي انت عايزاها. امتى ان شاء الله؟ النهارده اخر النهار. طب ما كان من الاول لازم نعمل هليله يعني ونزعق ونعلي صوتنا؟ يا ستي ربنا فرجها، اهدي بقى. ماشي لما نشوف، اخر النهار مش بعيد. هتشوفي. يلا يلا يا احمد يا حبيبي. الكارد ده كده بقى يلزمني. ايوه تعالى تعالى اقعد هنا يا احمد. يا عم اسلام انت جايبني هنا على الكافيه، بقول لك يلا عايزين نرجع الكارد. طب اقعد بس واسمعني في الكلمتين اللي قالهم لك دول. بص انت خلاص طالما الكارد مش لازمك، الكارد ده انا هاخده. ايوه يعني يلزمني انا، عشان بصراحه كده الفتره دي محتاج فلوس فهيحل لي مشاكل كتير. عم اسلام ده الفلوس ده حرام وانا خايف عليك منها. خايف عليا من ايه بس يا احمد؟ وهو لو حرام كنت انت جبته، ما انت جايبه اهو. وبعدين انا جبته عشان كنت مضطر، وللاسف يا ريتني ما كنت جبته، انا حاسس ان هو سبب وفاه والدتي. ما تقولش كده، الاعمار بيد الله. وبعدين يا سيدي انا اللي هاخد الكارد وانا اللي هسدده. لا يا عم اسلام انا خايف عليك منه، وبعدين دي فلوس حرام، ويلا عشان نرجعه. ماشي يلا. انت لسه برضه مصمم مش عايز تديني الكارد وقلت لك انا هسده. لا يا عم اسلام يلا بس عشان قبل ما يلا. ماشي يا احمد، انت اللي اضطريتني خلتني اعمل كده. يلا يا عم اسلام. حاضر يا احمد حاضر، بس استنى بقول لك ايه. بالمره بقى عشان ما نرجعش في الجو الحر ده تاني، كان معايا عمال شغاله هنا. تعال نبص عليهم ونمشي. ماشي بس يلا بس بسرعه. يلا تعال. سامحني بقى يا احمد، انت اللي وصلتني لكده. عم اسلام سامحني، قلت لك من الاول اديني الكارد وانا هسدده. بس يلا هتروح لابوك وامك ويبقى سلمنا على ابوك صاحب عمري. ايوه كده، هو ده الصح اللي انا عملته. ما انا ما كانش برضه ينفع ادي كلمه لندى واطلع صغير قدامها وما اجيبلهاش فلوس. يا ندى ندى. اهو جه بسلامته، ان شاء الله يكون جاب الفلوس اللي هو قال عليها. ايوه جايه. ايه يا اسلام؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ عشان تطلعي المصيف وتجيب اللي انت كل اللي عايزاه ونفسك فيه. طبعا، بس جبت الفلوس دي منين يا اسلام؟ بصراحه كده كنت ليا فلوس عند واحد بتاع شغل وجبتها منه.
وما سايبني ليه يا اسلام من غير فلوس يا اسلام؟ حتى المصيف نكدت عليا مع انك انت ليك فلوس عند ناس بره. يا بنت اهدي، اصل الواد احمد بن وفاء كان محتاج فلوس عشان يعمل عمليه لامه، ما كانش ينفع طبعا ابين ان انا معايا حاجه عشان ما يطلبش مني يا غبيه. قلتلي. طب الشنطه دي فيها فلوس تانية؟ خدي دول 60,000 اصرفي منهم براحتك، اللي في الشنطه ده مالكيش دعوه بيه بقى، لما تخلصي دول ابقى اديكي. ماشي يا اسلام، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. انا ليا غيرك يا حبيبتي. طب ما تقومي بقى تشوفي اهلك كلميهم وقولي لهم انك خلاص هتجهزي نفسك وتروحي لهم. كنت لسه هقول لك بس الفلوس يعني وكده، هدخل ارن على ماما. ماشي ماشي. بصراحه كده انا بسأل نفسي اسلام ده جاب الفلوس منين؟ انا مش مصدقاه، بس مش مهم. المهم ان هو جاب لي الفلوس اللي انا عاوزاها واكتر كمان. انا هتصل بامي افرحها. ما تقلقش ما تقلقش، انا هوديك اقرب مستشفى. ما تخافش. ندى، ايه يا حبيبي؟ خدي الشنطه اللي عايزك تشيلها في الدولاب جوه، تمام؟ واعملي حسابك انا مش جاي معاك المصيف. نعم؟ ليه ان شاء الله؟ يا بنت اهدي، احمد بن وفاء امه اتوفت ولازم اروح اقف معاه، ما ينفعش اسيبه. انت عارفه ان ابوه الله يرحمه كان اعز صديق ليا. بس انا مراتك حبيبتك، المفروض انت تيجي معايا مش تروح معاهم. عيب الناس تاكل الشين. اقول لك ايه، ساب الظروف وراح يطلع مصيف وبتاع. روح يا ندى يلا. والله ما مرتاحه لك يا اسلام. ماشي، والفلوس دي انا هاخدها معايا. امال اسيبها له ليه؟ هاخدها معايا. انا اروح اعزل. هروح اعزف مين؟ في احمد ولا في امه؟ ده خلاص، والواد ملوش حد اصلا، وانا برضو ما ينفعش اخرج من البيت. ماشيه بقى يا اسلام يا حبيبي. ايه ده؟ هو ايه الشنطه دي؟ ايوه، هقعد في مصر في اسبوع او 2 كمان، فلازم برضو ان يكون في شنطه كبيره ولبس كتير. طيب ماشي، روحي وما تنساش بقى تطمنيني. ما بتتكلم ليه كده؟ عادي. عادي؟ ماشي انا رايحه. بعد اللي انت حكيته لي ده يا احمد، اسلام ده طلع مش سهل، انسان يا ابني مش كويس ومش هيسيبك في حالك. بس انا والله ما اعرف اعمل ايه يا استاذ محمد. هقول لك تعمل ايه؟ تختفي، تقعد في البيت، اختفي عنه خالص، يعني اكنك مش عايش. وبالنسبه للقرض هو بقى هيبقى يسدده، ما هو اللي ضامن، انت كده في الامان، ما تقلقش. عندك حق يا استاذ محمد، امشي لازم اعمل كده. امشي يا احمد. الو، ندى اتوفت؟ طب ازاي؟ حادثة؟ طب فين دلوقتي؟ طيب ماشي. يا نهار اسود، لا جاي حالا. استاذ اللي في دماغي ده. الله يرحمك يا امي، انت كنت حاسه بالالم ده؟ مالك يا امي؟ فيك ايه مالك؟ مفيش يعني، مفيش، بس روح للصيدلية بسرعة وهات لي من عندها مسكن. بس بص هات أقل مسكن عنده. طب اقل مسكن ليه؟ ما اجيب لك حاجه حلوه. لا يا حبيبي، هات بس دواء ألم خفيف. هات أقل مسكن. هتجيب مسكن غالي منين يا ابني؟ ربنا اللي عالم باللي انت بتعمله واللي انت فيه. يعني هي لما كانت بتطلب منه مسكن كان بيبقى حاسه بالالم ده؟ يا دماغي. الله يرحمك يا ندى. واضح فعلا ان احمد كان عنده حق، ان الفلوس ده حرام. انا لازم اروح ارجعها. ايوه لازم ارجع الفلوس دي.
الفلوس راحت فين؟ مش ندى المفروض شالتها في الدولاب؟ لا شالتها ايه؟ دي طماعة واكيد خدتها. ايوه وطبعا اكيد الفلوس اتسرقت في الحادثة، والمفروض دلوقتي ان انا اللي هسدد الفلوس دي. يا نهار اسود، هعمل ايه دلوقتي؟ انا رحت في داهية. ده انا اقل حاجة اخدها 25 سنة عشان اسد. ايه؟ هعمل ايه؟ اتصرف ازاي بس؟ استاذ محمد ازيك يا احمد؟ اتفضل تعالى. عامل ايه اخبارك؟ انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. اسلام ما انا رحت سالت عليه. ايوه خفت لا يأذيك ولا يضرك من بعد ما انت اللي ما حكيت لي عنه. مال؟ لقيته بقى مراته عملت حادثه وتوفت، ومش كده وبس، كان معاها الفلوس. ما هي فلوس الحرام كده يا استاذ محمد؟ هو كده يا احمد ما معوش يسدد، يعني كده هيسجن. انا مش عارف افرح ولا ازعل، بس انت تقدر بقى تخرج وتروح في اي مكان وتروح شغلك يا ابني. هي دايما فلوس الحرام كده. دخلتها بيتي امي توفت، دخلها هو بيته خسر مراته وخسر نفسه. فعلا يا احمد كان عندك حق في كل كلمه قلتها.